أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنه سيكون هناك توضيح أكبر لمواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2017، مضيفة في حوار خصت به مجلة أرابيز الشهرية أنه تم إصدار منشور في هذا الشأن لكي يتم إعلام التلاميذ مبكرا. من جهة أخرى، أعلنت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في الجزائر عن إطلاق استراتيجية وطنية للإصلاح البيداغوجي بداية من شهر جانفي الحالي، بحيث يتمكن الأساتذة في جميع الأطوار من تنظيم السنة امتحانات استدراكية في نهاية السنة لفائدة التلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي يتراوح ما بين 9 و 9.99 من أجل تقليص نسبة التسرب.